شكل ركنيه راح تكون طويله في منطقه العمليات. حمزه غزالي ناحيه الرؤوس وضيعها الحارس بعد ما خرج حارس بن شكال حارس نجم بن عكنون. عوده مصري عمر الفاروق وابعاد الكره الى التماس لمبدا الامان والاطمئنان من هناك. لاعب بديس يترك الكره لزميله حشود عبد الرحمن لاعب سابق لمولودية الجزائر وسط ديفلان الكريم ناحية كواش أحمد. كرة صعبة ولكن يتم استرجاعها. مصري عمر الفاروق العائد بعد إصابة بعدته على الميادين لموسم كامل. لاعب السابق لوداد مستغانم. ميرازي محمد احتفظ بكورته. شريف نسيم وسط ميدان ارتكاز يحاول يحتفظ بالكرة ناحية بطولة محمد أمين. مصري عمر الفاروق في وسط الميدان ناحية ميرازي. أيوب شوكي كان متسلل. شريف نسيم والحكم يمنح مخالفة خطيرة لعناصر الشبيبة بعد عرقلة وسط ميدان الشبيبة. شريف نسيم كرة صعبة وخطيرة على مرمى الحارس بن شكال حارس نجم بن عكنون والاخر الذي تلقى 3 أهداف فقط بعد مرور 6 جولات. ونحن نعيش الجولة الثامنة. نجم بن عكنون بناقص مباراة والشبيبة تتعرض كذلك الأخرى بناقص مباراة. مخالفة خطيرة بالقرب من منطقة العمليات حوالي 19 متر فقط. يقف على الكرة ميرازي راهب وكذلك الأخضر أو يتركها لميرازي وبالأخضر من سينفذ هذه الكرة. ونحن نعيش الدقيقة 6 من عمر المرحلة الأولى. راح تكون صعبة وخطيرة. الحكم يطلب من الجدار البشري احترام المسافة القانونية. ميرازي من بالأخضر من سينفذ هذه المخالفة الخطيرة في الدقيقة 7 من المرحلة الأولى. حتكون بالأخضر وتصطدم بالجدار البشري ودفاع نجم العكنون يبعد الكرة. تصبح هجوم معاكس. عودة عناصر الشبيبة بسرعة. مصري عمر الفاروق يبعد الكرة بدون خطأ وبكل روعة إلى التماس لحشود عبد الرحمن المدافع الأيمن لنجم العكنون وصاحب النزعة الهجومية والتسديدات القوية والمخالفات. اللاعب السابق لمولودية الجزائر حسن عزاوي استرجع هذه الكرة زكريا إلى زميله حاجي جمال. حاجي جمال ناحية كواش أحمد على الجهة اليسرى حذاري من الخطر وبعدها بطولة محمد أمين ويتم استرجاع القرار. لكن حسن عزاوي كورته تخرج قبل أن يصل عليها لاعب حسن. استرجاع الكرة مصري عمر الفاروق ناحية بالأخضر. تبادل ثنائي ومع بطولة ناحية مصري عمر الفاروق. مايسترو اللاعب مصري عمر الفاروق يربط ما بين خط الدفاع وخط الوسط. كرة طويلة من غزالي بعدها اللاعب العرباوي أحمد مدافع النجم العكنون. الحكم يمنح مخالفة بعد تدخل مصري عمر الفاروق على بوعمامة بديس العناصر الشابة فوق أرضية الميدان التي يعول عليها واقحمها اليوم المدرب مانع. كرة عناصر نجم العكنون في التنفيذ. الشهيد عبد الرحمن ناحية الرؤوس حذاري ومر جانبية للحارس بومنكوش الصديم. يقول الحكم
سعيد عوينة في أجواء رائعة وأزيج الحباش مع هذا اللقاء هذه القمة الكروية بعد مرور 12 دقيقة من المرحلة الأولى. النتيجة 0-0 بين الرائد نجم العكنون والوصيف والملاحق شبيبة تيارت صاحبة الأرض والجمهور. مصري عمر الفاروق يبحث عن رفيق متحرر كان يخبر خادع حارس نجم العكنون الشكل الذي كان متقلبا نوعا ما. محمد ناحية أيوب شوكي ولكن سهلة للحارس بالشكل يلتقط هذه الكرة لكن لا أحد في استلام هذه الكرة. كرة كواش أحمد كانت خطيرة في غفلة من دفاع عناصر الشبيبة. كم يمنح التماس لصالح شريفة زكريا يدفف بسرعة لبو عمامة بديس حافظ على كورته وضيع. يقول الحكم تماس لعناصر الشبيبة بسرعة. حسن عزاوي سريعة هذه الكرة كرة صعبة. أول محاولة وأول تسديدة لعناصر الشبيبة بعد مرور 20 دقيقة. كانت ثنائية بين ميرازي أو عفوا مرسي إبراهيم وبطوة. لقاء بين شبيبة تيارت ونجم العكنون قمة الجولة الثامنة الرابطة ثانيوات. وكرة خطيرة راح ينفذها سود عبد الرحمن راح تكون داخلة ناحية الرؤوس. تقدم أصحاب القامات الطويلة حباري وحسن عزاوي في القائم الأول يبعد الكرة يستلمها كواش أحمد. كرة عالية ناحية أمام بديس وخارجة بعيدة هذه الكرة وتصبح خارجة مع مدافعه الأخضر ناحية حمادي. دفاع الشبيبة المسك ثم فريق نجم العكنون كل عناصره في الدفاع عدا المهاجم حاجي جمال. ابراهيم مرسلي يحتفظ بكورته يبحث عن رفيق متحرر يجد ميرازي محمد. ميرازي طويلة ناحية غزالي حمزة ويتدخل الدفاع. الحكم ماذا يقول؟ 5 أمتار يستلمها ابو طوال محمد